أعزائي مشاهديني ومتابعيني، أهلا بيكم في موضوع جديد. موضوع النهاردة هو بيهم ناس كتير جدا، لأن في الحقيقة أنا دايما أو مش دايما، أنا كل يوم بيجيلي كمية رسائل غير عادية على الواتساب وأحيانا على الماسنجر. الرسالة اللي بتجيلي هو متر المطبخ بكام. أحيانا الناس بتقول لي متر المطبخ بكام أو الدريسنج بكام وبتسكت، واحيانا الناس بتقول لك الكلادنج بكام، واحيانا الناس بتقول لي البولي لاك بكام، يعني بتحط اسم كده وبتسكت. يا جماعه السؤال عمره ما بيكون كده. انا نصيحتي ليكم دايما لما تيجي تعمل مطبخ لازم تحدد انت عايز ايه، تحدد الميزانيه اللي عايزها. عايز اقول لحضراتكم وفي بقى حد بقى هيجي بقى يكون ناصح شويه يقول لك كونتر اتش بي ال. عايز اقول لكم ان كونتر الاتش بي ال انواع كتير جدا 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 جدا. طيب خليني اتكلم على ازاي نعمل مطبخ علشان ما اطولش على حضراتكم. علشان حضرتك تعمل مطبخ ابتدي شوف انت هتعمل مع مين، اقعد مع المهندس او المعرض او النجار او اللي هيعمل لك مطبخ، هاته يرفع لك مقاسات ويعمل تصميم. ده نمرة واحد قبل ما تعرف اي حاجة. واحد هيقول لي طب ما انا عايز اعرف المطبخ هيكلفني كام. اعمل كده، ما هو مش هينفع غير كده، ومش هتعرف المطبخ هيكلفك كام الا لما تعمل الخطوة دي الاول، اللي هو ترفع مقاسات المطبخ، واللي هيعمل لك مطبخ يعمل لك تصميم او تكون عامل تصميم، واقعد معاه على ترابيزة وهاتوا ورقة وقلم وابدأ. لو انت فاهم في الخامات او تعرف في الخامات ابدأ قول له انا حط لي مواصفات كذا وكذا وكذا، وابتدي حدد. لو انت هتعمل البودي كونتر تقول له انا هتجيب كونتر. احنا النهارده عندنا انواع الكونتر كتير جدا 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 جدا، معرفش عددهم لان هم فعلا بقى كتير قوي. الاتش بيل اكتر من نوع. الغيره اللي بيتلزق بيه الاتش بيل انواع كتير. الشريط، حرف الشريط انواع كتير وباسعار مختلفه. فلازم تبدا تحط المواصفات زي ما قلت لحضرتك. لو انت عارف هتبتدي تقول له انا هحط نوع البودي هعمله مثلا كونتر او ام دي اف كذا، هعمله اتش بيل او ميلامين بكذا، هنحط مفصلات نوعها كذا، وتكتب هنعمل ده بالشكل ده كده هتكون مرتاح. او تقعد تقول له كل المواصفات اللي حضرتك عايزها وهو يديك السعر. او حاجة تانية لو حضرتك ما تعرفش برضو تقعد معاه وتقول له قول لي المواصفات ايه اللي ممكن اعملها لمطبخي. وعايز اقول لكم على حاجة، ما ينفعش في التليفون وما ينفعش في واتساب وما ينفعش كلمة ونص. ده الموضوع يا جماعة مطبخ. المطبخ ده اهم غرفة في الشقة. المطبخ ده هو حياة الست. المطبخ ده هو حياة البيت، هو حياة الأسرة، هو أهم مكان في البيت. فلازم حضرتك أو حضرتك تقعدوا تحطوا كل التفاصيل، وبعد كده نقول له ها بكام. هيبتدي يقول لو أنا عملنا النوع الفلاني بالمواصفات كذا وكذا وكذا هيبقى بكذا. لو أنا عملت الكذا المواصفات الفلانية هيبقى بكذا. لو انا عملت هتبص تلاقي اسعار كتير جدا. هتلاقي المطبخ بيتكلف من قرش ل10 قروش، ممكن 5 وممكن 4 وممكن 3. هتلاقي ارقام كتير جدا مختلفة. كده هتقدر تعمل مطبخ اللي يريحك ويعجبك من غير ما يضحك عليك. مش هتفوجئ بعد ما تخلص المطبخ وتدفع فلوسك وبتاع تلاقي حاجة مثلا مش عاجباك. لان المشاكل دي انا بسمعها كتير، وناس كتير جدا بتبعت لي بتسألني وبتقول لي انا عملت مطبخ في الحتة الفلانية وطلع كذا وطلع وحش وطلع حلو وبتاع. فلا يعني ابتدي حدد انت عايز ايه، وبالشكل ده كده هترتاح. لكن موضوع ان انت تسأل المطبخ او الدريسنج بكام ده غلط جدا. اقعد، ولو المهندس او اللي هيعمل لك مطبخ او الدريسنج طلب تمن لرفع المقاسات والتصميم ده شيء طبيعي، لان النهارده الموضوع بقى مكلف علشان يجي لك. ولو هو مثلا عنده عربيه او ما عندوش، لو خد اوبر بيكلفه رقم بيوديه وبيرجعه وبيعطل وقته وبيقعد يعمل ديزاين وبتاع. فلو طلب اي رقم فانت بتستفاد ان انت بتاخد خبره وبتعرف مطبخك بكام. فاعتقد ان ده
يريح كل الاطراف. لكن ما ينفعش تقول بكام متر المطبخ او بكام متر الدريسنج، مش كده ولا ايه؟ في نهايه اللقاء انا بشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء، تحياتي، اشرف شندي.